أعلنوا طلاقهم بعد ما عملوا عيد ميلاد كل الناس بتحكي وتتحاكى عنه، وهي شافت حياتها عادي بعدها بساعات. والسبب في الطلاق محدش يتوقعه. إيه اللي حصل بين مسلم وميكا البغدادي؟ وليه هي مش فارق معاها؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت أعلن مطرب المهرجانات مسلم خبر طلاقه من خبيرة التجميل ميكا البغدادي. الخبر كان صدمة لكل الناس، خاصة يعني إنهم بينهم قصة حب كبيرة جدا، وكانوا لسه بيشاركوا فيديوهات وصور من عيد ميلاد ابنهم، ومن بعدها كانت كل حاجة كويسة. علشان كده الخبر كان صدمة للكل وكان غير متوقع. مسلم أعلنه من خلال ستوري على الانستجرام لما كتب وقال: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي. للأسف ما كنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني رعيت الله وتمسكت ببيتي أكتر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير، وده علشان سلامة ابني. كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن. بس الغريب ما كانش في البوست، الغريب كان رد فعل ميكا اللي اتعاملت كأن مفيش أي حاجة خالص. نزلت ستوري وكتبت: ما حصلش نصيب، ربنا يوفقه. ومن بعدها كل ستوريهاتها عن الشغل وحياتها الطبيعية، ومسحت كمان كل الصور اللي بتجمعها بمسلم. الناس توقعت إنه سبب الطلاق هو الانتقادات والهجوم اللي هو بعد عيد ميلاد ابنهم، خاصة إنه الناس قالت في كل التعليقات إن مسلم بيستغل ميكا، وكان مخليها تفضل ترقص وتتحرك وسط المعازيم علشان المصريين يصوروها يطلعوا ترند والناس تتكلم عنهم. وفي ناس تانية كانت شايفة إن ميكا اتضايقت من تصرفات مسلم يومها، خاصة إن الكل كان ملاحظ إنه ما كانش في وعيه، وإن تصرفاته كانت غريبة على غير العادة. وأكتر من مرة ميكا تنبه إنه ياخد باله من تصرفاته، لكنه ما كانش مركز. لكن الرأي الثالث بقى وهو المتداول أو المنتشر، إن الطلاق تم بعد جواز مسلم للمرة التانية على ميكا، وده اللي هي ما قبلتش بيه تماما، وهي اللي طلبت الطلاق رغم تمسك مسلم بيها. دلوقتي بقى جدوركم تقولوا لنا شايفين إيه هو السبب الطلاق، وهل فعلا بسبب اللي حصل في عيد ميلاد ابنهم ولا بسبب جوازه؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.